فنانة تشكيلية وجاليريست من مدينة كوباني، وأنا ساكنة بمدينة كاسل بألمانيا. مثل ما شايفين إنه أنا مشاركة بمهرجان الفن والثقافة الكردية في برلين بلوحاتي. مشاركة ب6 لوحات من ضمن مجموعة لوحات بيحكوا عن حقوق المرأة، مستخدمة فيها أقمشة وألوان من فلكلور الكردي. هي الأقمشة خاصة نحن بنستخدمها بكوباني أو بشكل عام بالنساء الكرديات بيرتدوا هذا النوع من أنواع القماش، وحاولت إني أطور الألوان الموجودة بهذا القماش وإني أقدمه بشكل أسلوب بوب آرت مشان يكون مناسب للفن المعاصر اللي شفته بأوروبا. وقدرت أنا أعمل شيء ما بين الشغلات اللي أنا تعلمتهم كلاسيك مثل الكلاسيكي والواقعي، وبعدين هون الأنواع الفنية المعاصرة اللي أنا شفتها. فحاولت أقدم وأطور الفن الكردي والألوان الكردية بهذا الأسلوب اللي هو الكولاج، وخلط بين نوعين من أو 3 أنواع من أنواع الأقمشة، ودائما بيكون في موضوع سياسي، في بعد نفسي، الآثار النفسية على اللاجئ، على من الحرب، حقوق المرأة. دائما في مواضيع مختلفة، هذا غير عن التكييف واللون. مبسوطة كثير انه انا معكم هون اليوم. تعرفت فيه على كثير ناس، يعني انا بحلم اني اشوفهم بشكل قريب، وكونا كثير صداقات وعلاقات حلوة هون، واستفدنا من كل الدروس والندوات والموسيقى اللي سمعناها بهال3 ايام. فرحانة كثير انه انا مع بهذا المهرجان اخذ هذا الجزء المهم عن الفن التشكيلي، وبهذا المكان بالصدر لوحاتي معلقة. شكرا لكم.
لبالا دل من عردانا تشكي طبيعة مها قردان لسان يا داره لسرسي قبل من عردانا ندخل جيل